هل سمعتم يوما برجل عاش حافي القدمين، رجل غيرت كلمة واحدة مسار حياته إلى الأبد؟ تعالوا نستمع إلى هذه القصة العجيبة. كان رجل سكران عائدا إلى بيته، فرأى في الطريق ورقة ملطخة بالطين وقد كتب عليها البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رآها رق قلبه لها، فأخذها من الطين ونظفها ومسح ما عليها من الأوساخ، ثم قبلها وطيبها بالعطر وعلقها على جدار بيته. وكان اسم هذا الرجل بشر الحافي. وفي تلك الليلة رأى رجل صالح من العلماء والأولياء رؤيا عجيبة في المنام، إذ قيل له: اذهب إلى بشر وقل له: كما نظفت اسمي أطهرك، وكما عظمت اسمي أعظمك، وكما طيبت اسمي أطيب ذكرك، وعزتي وجلالي لأجعلنا اسمك طيبا جميلا في الدنيا والآخرة. وتكررت هذه الرؤيا 3 مرات. فذهب ذلك الرجل يبحث عن بشر. أتدرون أين وجده؟ وجده في حانة بين الشاربين، فقال له: إن لي إليك خبرا مهما. فقال بشر: عمن تخبرني؟ قال: أخبرك عن الله تعالى. فبكى بشر وقال: أيسخط الله علي؟ أسيعذبني عذابا شديدا؟ فلما سمع الرؤيا وما فيها من البشارة تغير حاله تأثرا وفرحا، ثم قال لأصحابه: يا أصحابي، لقد نوديت ودعيت ولن تروني بعد اليوم في مثل هذا المكان. ثم خرج من هناك وتاب إلى الله توبة صادقة. وكان يومئذ حافي القدمين، فلم يلبس حذاء بعد ذلك طوال حياته. وكان إذا سئل عن سبب ذلك يقول: حين تبت إلى الله ووعدته ألا أعود إلى المعصية كنت حافي القدمين، فكيف ألبس الحذاء بعد ذلك؟ ولهذا سمي بشر الحافي، لأنه عاش بقية حياته حافيا. غير أن هذه القصة لا تعني أن الإنسان يدخل الجنة بأعمال يسيرة فقط دون تغيير حياته، فقد عاش بشر بعد توبته حياة الزهد والعبادة حتى صار من الأولياء والصالحين. والعبرة من هذه القصة أن لا يستهين الإنسان بأي عمل صالح مهما كان صغيرا، فإن رضا الله تعالى قد يكون في أمر يظنه الناس بسيطا. سبحان الله. ونختم بقول نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت